كلاسيكو جديد ببداية سنة جديدة، ولا أحلى من هيك فعلا. بس اسأل نفسك سؤال، يا ترى هل اللقاء رح يكون منافسة شرسة بين فريقين، ولا رح يسيطر واحد فيهم على الثاني وينهي اللقاء قبل ما يبدأ حتى؟ أكيد لما تحكي عن الكلاسيكو شي بديهي أنه الفريقين يكونوا بأفضل مستوى لهم ويقدموا أقصى ما عندهم، ولا ليش اسمه صراع العمالقة؟ بس سؤالك ملغوم وفي شي وراه. هل عندك شك انك تشاهد مباراة مملة ومنتهية قبل ما تبدأ مثل ما قلت؟ بصراحة ايه، عندي احساس بعد اللي شاهدته من اداء في الريال اليوم، بعد ما شاهدت اداء برشلونة بالامس، انه في فرق كبير من الارض للسماء. الريال يلي بيملك لاعبين على مستوى العالم بيضطر يرجع يدافع امام فريق تعودنا عليه انه اصلا بيلعب بالدفاع، ومع الاسف انه رغم انه عم يرجع يدافع الا انه كورتوا بكل هجمة عم يتصدى ويبعد الخطر عن مرماه. بعتقد هالشي صار عادة، وكورتوا بكل مباراة لازم الناس تذكره وتثني عليه، واصلا حارس المرمى مهمته الحفاظ على عدم استقبال الاهداف. اوف، ما انا بعرف مهام الحارس، بس برايك هل الحارس بكل وقت من الاوقات قادر يحمل الفريق لوحده على كتفه؟ طيب معناها شو فائدة الدفاع؟ شو فائدة الوسط؟ شو فائدة المهاجمين؟